جايين. هذا اكيد صالون زين يعني؟ صالون اسمه سبالون مو طبيعي يعني، المعلم اللي فيه ربيع راح يعجبك. هذا وين بابا؟ هذا مو بابا جامع. لا يكون السجن هذا. زين شو بطله بطله؟ يمكن ذاك بطله يكون من هناك. مو من هناك؟ لا جامع هنا ماكو شيء. شلون تبطل؟ ما يتبطل. طبعا انا عارف شنو تبطل بس شكرا فيك المغلب هذا. يا مشاهدينا تعال وين ودش غلط ودش غلط ترى. تعال حياك شلون تبطل كذي؟ حياك. السلام عليكم. كيف حالك؟ شلونك؟ السلام عليكم. كيف حالك؟ شلونك؟ عساك طيب؟ هذا الصالون اللي يعجبك، شيء مرتب. سكر باب معود يشيل لنا شيء. الحين ان شاء الله عاد القصه تكون زينه. ما اسمه شوار ان شاء الله. السلام عليكم. شلونك؟ كيف حالك؟ شلونك؟ الله يعطيك العافيه. مساك عدوك. فنانه يبي يسوي قصه حلوه على ذوقك. حق عنده دور جديد، اشرح له. نبي شيء حلو. عندي دور دكتور متزوج ثنتين. زين. ثنتين؟ اي ماخذ ثنتين هو. يا حظه. زين. بس هذه القصه انا كنت مسوي شخصيه شوي معقده يعني، عشان شيء الشعر انا سايبه طويل. فعاوزين نعمل قصه كلاسيكيه كذي حلوه يعني، تعرف الدكتور يعني ما يربي شعره وهذا. وافكر الشنب هذا شوي يعني لين هني بس راح يطلع يعني، انا بعد يبي لي بعد اسبوع يعني يطلع وراح اصبغه. فراح يكون عندي شنب والشعر هذا مخففه بدون لحيه. المشاهدين عرفتوا شنو الفقره الجديده او الفيلم الجديد ماله او المسلسل الجديد ماله، كنت اخوره انا وايد بس راح يقدم شخصيه دكتور متزوج ثنتين. شلون؟ قلت لهم عن العمل مالك الجديد، العمل مالك الجديد انه راح تكون متزوج ثنتين. الله يعمرك. ثنتين يا الظالم ثنتين. هذا سعد كنعان قاعد. هذا على حساب منو قاعد يحلق شعرك؟ هو قال على حسابك انت. هاي على حساب منو يحلق شعرك؟ سعد. ايش قاعد تسوي؟ انا قاعد اقص شعري. اي مخرج؟ ياسر؟ يا اخي شعرك حلو انت، شلون تقصه؟ ياسر تدفع له شيء؟ يقول لا نهائيا. نبي قصه حلوه يعني حق عاد ما عنده شعر يعني ماكو شيء. ايه نبي يصير حلو. سعد يستاهل بالعافيه عليه ان شاء الله. حبيبي كلك حلو. يلا توكل على الله. يلا. سربي وين هني؟ تفضل على طول ولا اغسل شعري قبل؟ على طول. يلا توكل على الله. ما اتفقنا نقعد نسولف انا وياك. يلا. زين. بسم الله. تكلم. قبل ايام قطر ايام الشباب وين كنت تقص شعرك؟ شنو على القصار؟ طبعا انا عارف ان ابوك كان شديد. وانا صغير لا كنا نروح يودينا الحلاق كلنا طبعا بس 5 ما شاء الله كنا. لا اله الا الله. ايه. وبالدور واحد ورا الثاني. طبعا ما في قصات قبل، ماكينه وضرب موس اقرا على رقم واحد. هو ارخص وهو اوفر وهو اسرع. هو هناك اسرع يعني بس كل الوالد شو بينطر 6 يعني، فعلى طول هي قصه واحده يعني. طبعا انت ملاحظ شغله انه يعني الصالون هذا حاط قناه فنون وهذا زميلنا محمد طاحون. محمد طاحون يا حليله. ايه. شنو التالي؟ ايه. غباشي النغراشي. هذا الممثل اللي قام بدور زكيه زكريا. ايوه. شغل مقالب ما مقالب والسوالف. ما فكرت يوم من الايام تسوي برنامج مقالب؟ اخراج او تقديم؟ لا ما فكرت تقدم برنامج؟ اقدم برنامج، قالوا لي السنه قدم برنامج، في برنامج لازم تقدمه. قلت لهم لا ما اعرف، مو شغلتي. ما تعرف ما شاء الله عليك. لا مو شغلتي. متحدث باللغه العربيه الفصحى. اي. كاريزما. غير. ما شاء الله عليك مزيون. انا اشوف بعض الفنانين قاعدين يقدمون الحين ونجحوا يعني. زين انت مع الشغله هذه او ضدها؟ ان فنان يقدم برنامج مذيع يصير ممثل؟ بالعكس ليش لا؟ مع الشيء هذا؟ اي اصلح انا اصير ممثل اكشن. انا قلت لك انت راح اذا حبيت الشغله راح تسويها وانت شكلك حلو يعني انفع؟ تنفع ونص. الله يستر ان شاء الله. بنافس روبرت دينيرو ان شاء الله. ليش لا؟ راح نكون منافسين. طبعا سوالفنا وايد. نبي نسولف عن الاردن على ما يجي الاستاذ ربيع يضبط الشعر حق الكاركتر الجديد. نبي نسولف عن الاردن عن ايام اليمامه. اخر ايام اليمامه. انت قلت لي انه كان في يعني مشقه في التصوير وكان عطني الصوره. طبعا المسلسلات التاريخيه ترى صعبه وايد، احنا نشوفها في التلفزيون وهذا بس غير اجواء التصوير غير. الحر حر والبرد برد. وبعدين احنا كنا صراحه في اخر ايام اليمامه كنا ناخذها من عمان الى الاربد، مو اربد عفوا، من عمان الى جبل نيبو والاغوار اللي كنا كلها جبال. وعره وصعبه صعب وايد. وايام المطر تخاف سياره تزلق تطيح من فوق الجبل يعني ما في سيفتي. الله يستر عليكم. فكنا خايفين على اعصابنا نروح التصوير وني. بس هي كانت تجربه بالنسبه لنا احنا انه
تلفزيون قطر رشح 5 من الممثلين القطريين انهم يشتغلون في هذا العمل. كان فيها وصله؟ بدون واسطه طبعا. على المجهود وعلى الاداء وعلى سمعه الممثل. لا اي طبعا. تعرف الوصله اليوم منتشره. لا لان ما في ممثلين كثير عندنا يتكلموا باللغه العربيه يعني. كان من اساسيات العمل ان اللغه العربيه فصحى. لازم اللغه العربيه الفصحى، وانت قاعد تمثل مع من؟ مع الفنانين الكبار من امثال الاستاذ غسان مسعود كان من سوريا، الاستاذ فايز قزق كان هذا يدرس هنا في المعهد العالي للفنون المسرحيه بدوله الكويت. اذكر الطلبه كانوا يقولون من اصعب المدرسين. صعب تركيبه يعني. طبعا لازم بالماده لازم. بالاضافه الى ممثل الاردن الاستاذ زهير نوبان، الاستاذ نبيل المشيني، فنانين كبار كانوا موجودين في هذا العمل. بس هو العمل تعب، وانا من عقب هذا العمل ما مثلت اي عمل تاريخي ولا راح امثل اي. انت تخيل حتى لو فيلم، حتى لو مثلا تعالي بقى انت الناصر صلاح الدين. لا اوكي راح نسوي تجربه. بالعكس اوكي لكن فيلم لا. اشمعنى يعني؟ تدري لكن مسلسل لا. هذا المسلسل كنا ناخذ ساعة ونص في عملية المكياج. يعني تخيل ان وانا امثل بعد 10 ايام امي تقول لي وينك كنت؟ وانا كل يوم اطلع. كل يوم ما عرفتني يعني ما بالمكياج. قاعد تشوف مسلسل وما عشان كذي انا اقول المسلسلات الاجتماعية توصل حق الناس اسرع. ويعني في الخليج يشوفون، في مصر، في بلاد الشام، خلاص الحين يعني صارت حتى حاجز اللغه الخليجيه واصله حق المغرب العربي، وكل الدول العربيه يعني يشاهدوننا. طبعا انا قاعد اشوف استاذ ربيع قاعد ينطر حوارنا. احنا جاهزين. ربيع جاهزين. احنا جاهزين. نبي نشوف النيو لوك. مشاهدينا خلكم معنا على ما نشوف النيو لوك مال الاستاذ عبد العزيز الفنان القطري. راح تشوفون مفاجاه طبعا من شكل الى شكل، من كاركتر الى كاركتر، من قفاره الى الدكتور بحرمتين. حرمتين حلوه. انا حد الحين حاسدك على البروده. صار حار الماء زين الحين. حاول ينون على صاحي خليك. يا صدقتها هذه يقولون ان عيني حاره. تبي اضبط شعر؟ يعني انت شويه خذ راحتك. طبعا ما شاء الله لا اله الا الله، قصه وايد حلوه ومرتبه. مشاهدين يعني انتم لكم الحكم. اتوقع ان دكتور بالفعل. يعني اخوي مشعل واخواني يعني لحد الان اللوك ما اكتمل، يعني هذا بس الشعر الحين. يبي لنا اسبوع بعد بس على اساس هذا الشنب يطلع شوي وينصبغ بيكون نفس لون الشعر. طبعا انا بغتنم فرصه واشكر الاستاذ ربيع من صالون سبالون على الاستاذ الحلو والقصه الحلوه هذه، وعلى الضيافه ما قصر ويانا الرجال، ضيفنا ضيافه وايد حلوه. والله يعطيه العافيه وقصته وايد حلوه يعني. عسى القوه ان شاء الله. حبيبي. طبعا احنا باقي شوي نختم الحلقه، لكن بس سؤال واحد. بعد اسئله خلاص يعني تايتانيك احنا نسوي من الساعه 2 نصور للحين الساعه كم؟ 10 الا ربع. السؤال مو كبير وايد. ليش دائما تنتقد المنتجين؟ هو انا ما انتقد كل المنتجين. المنتجين انواع، في منتجين زينين يصرفون على العمل، انزين يحط مبلغ بسيط يعني ربح بسيط نوعا ما، يعني يكتفي بالربح البسيط في سبيل انه يقدم عمل جميل، عمل متعوب عليه. وفي منتجين يبي الربح المادي بغض النظر عن العمل، يجيب عمل ضعيف. يعني العمل مو قوي، اي كاتب يعني مغمور اي شغله معينه. الممثلين يسترخص، الممثلين يجيب ممثل مثلا ممثلين 2 3 يعني نجوم والباقي كله يعني شباب. يعني هذا حرام يعني. انت